بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقة دي هنتكلم عن الفانكشنز. خلينا ناخد مثال على طول. لو قلت لك انا عايز اعمل البروجرام ده يعوض في عملية حسابية معينة. عندي ايكويشن زي دي، معادلة دي x أس 10 زائد x أس 7 زائد 2x لكل أس 5 زائد 10x لكل أس 3. عايز اعمل البروجرام ده هياخد مني انبوت قيمة الاكس، والاوتبوت بتاع البروجرام هو تعويض في المعادلة دي. فمثلا لو دخلت له الاكس ب3 يبقى يحسب 3 أس 10 زائد 3 أس 7 زائد 6 أس 5 زائد 30 أس 3 ويطلع لي في الآخر رقم نتيجة التعويض في الإيكويشن ديت. يبقى عايز أعمل بروجرام ليه انبوت واحد هو الاكس، وليه اوتبوت اللي هو قيمة تعويض الاكس في المعادلة دي. لو حبينا نعمل البروجرام ده، تعالوا نفكر كده ممكن نعمله ازاي. هي اكس اس 10 دي يعني ايه؟ اكس مضروبه في نفسها 10 مرات، واكس اس 7 دي يعني اكس مضروبه في نفسها 7 مرات، و2 اكس اس 5 يعني 2 اكس. 2 اكس دي مضروبه في نفسها 5 مرات، وهكذا. وال10 اكس اس 3 يعني 10 اكس مضروبه في نفسها 3 مرات. طيب لو عايز اجيب اكس اس 10 يبقى هعمل ايه؟ هضرب الاكس في نفسها 10 مرات. يبقى واضح ان انا محتاج لوب. اللوب ده يضرب الاكس في نفسها 10 مرات ويجيب قيمه اكس اس 10. طب وعشان اجيب اكس اس 7 يبقى هعمل لوب تاني. اللوب التاني ده بيضرب الاكس في نفسها 7 مرات. وبعد كده عشان اجيب 2 اكس اس لكل اس 5 هعمل لوب تالت. اللوب ده بيضرب 2 اكس في نفسها 5 مرات. وبعد كده لوب رابع عشان اجيب 10 اكس اس 3. وفي الاخر هجمع الاربع ارقام دولت بعد ما جبت الاكس اس 10 والاكس اس 7 وال2 اكس اس 5 وال10 اكس اس 3 هجمع الاربع ارقام دي. طيب تعالوا نشوف ازاي ممكن نكتب كود للبروجرام ده. انا عايز اجيب الايكويشن دي، عايز اعوض في الايكويشن دي. والله خدت الاول الانبوت في فاريبل اسمه x. بعد كده هعمل اول لوب عشان اجيب x اس 10. فهعمل لوب for integer i بتساوي 0 i اصغر من 10 i بلس بلس. عايز اعمل ايه؟ هضرب الاكس في نفسها. كده هخش اللوب 10 مرات وعايز اضرب الاكس في نفسها. فهعمل اول فاريبل هسميه مثلا v1. ماشي. ده اللي هو فيه نتيجة الاكس اس 10. انيشالي هو بواحد، انا لسه مضربتش حاجة فيه. وكل مرة هقول له ان v1 بتساوي v1 في x. فكده اول مرة خالص v1 بواحد، دخلت ضربت الواحد في الاكس فبقى معايا x مرة واحدة. بعد كده لما اخش اللوب تاني هضرب x في x، x في x سكوير، x في x كيوب، وهكذا لحد اخش 10 مرات يبقى ضربت الاكس في نفسها 10 مرات. تاني عملنا ايه؟ عملنا فاليبل اسمه v1 الانيشال فاليو بتاعته بواحد. ليه واحد؟ علشان لما اضرب اول مره فيه يبقى الاكس في واحد باكس. ودخلت اللوب ده 10 مرات، كل مره هضرب الv1 في الاكس. فبعد اول لفه هتبقى الv1 باكس، بعد تاني لفه هتبقى الv1 باكس في اكس، بعد تالت لفه هتبقى اكس في اكس في اكس، وهكذا. لان كل مره نتيجه الv1 بضربها في اكس جديده. فبعد ما اطلع من اللوب يبقى الv1 ده في الاكس اس 10. طيب عايز اجيب اكس اس 7. نفس الكود ده بالظبط، بدل ما لفيت 10 مرات هلف 7 مرات. وهحط الفاريبل ده في v2 كده. بعد ما اطلع من اللوب هكون v2 ده فيها اكس اس 7. طيب عايز اجيب اكس اس 5. انا كنت محتاج اجيب 2 اكس اس 5، فخليها تبقى 2 اكس اس 5. ده اللي كان مطلوب. ماشي. طيب انا دلوقتي عايز اجيب 2 اكس لكل اس 5. هاخد الكود ده هو هعمل في 3 بقى، وكل مره بضرب في كام؟ في 2 اكس. انا عايز اجيب 2 اكس دي كلها لكل اس 5، يبقى كل مره هضرب في 2 في اكس. دي تبقى في 3. اللوب ده هيخش مش 7 مرات بقى، هيخش كام مره؟ هيخش 5 مرات. كده الفي 3 بعد ما اطلع هيبقى في 2 اكس لكل اس 5. بعد كده عايز اجيب 10 اكس لكل اس 3. هعمل فيه 4 وهلف 3 مرات عشان عايز اجيب اس 3. وجوه هضرب 10 اكس. وفي الاخر النتيجة بتاعتي هتكون مجموع الفي 1 زائد الفي 2 زائد
ال V3 زائد ال V4، واقدر في الاخر ابرنت الريزلت. جميل. طيب عملنا ايه؟ عملنا لوب اولاني جبت بيه الاكس اس 10، بعد كده لوب تاني جبت الاكس اس 7، بعد كده لوب تالت جبت 2 اكس اس 5، ولوب رابع جبت بيه ال 10 اكس اس 3، وفي الاخر جمعتهم وطلعت الريزلت. الحقيقه ان البروجرام ده هيشتغل مفيش مشكله، بس تخيل بقى ان انا لو كنت طلبت منك الايكويشن تبقى مور كومبلكس عن كده شويه. يعني مثلا كنت طلبت منك ان انت تجيب كمان زائد مثلا اكس اس 20 زائد اكس اس 40 زائد اكس اس 15 زائد 3 اكس اس 20 وهكذا. قعدت اطلب منك حاجات كتير. هل هتقعد تعمل لوب لكل واحده فيهم؟ كان ساعتها في الوضع الحالي هعمل لوب لكل واحده فيهم. طب وهل ده حل كويس؟ الحقيقه ان لا، ده في حل احسن منه شويه. الحل ده فيه مشكله ايه؟ ان الكود اللوبس كتيره والكود متكرر كتير. هتلاقي الكود ده هو نفس الكود ده، هو شبه قوي الكود ده وشبه قوي الكود ده، كلهم شبه بعض جدا. الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم انا بلف كام مره، بلف كام مره جوه اللوب دوت، وبضرب في كام. انا هنا بضرب في اكس عشان كنت عايز اجيب اكس اس 10، وهنا بضرب في اكس عشان كنت عايز اجيب اكس اس 7. لما كنت عايز اجيب 2 اكس اس 5 بقيت بضرب في 2 اكس، ولما كنت عايز اجيب 10 اكس اس 3 فكنت بضرب في 10 في اكس. واضح ان الكود هو بس في جزئين متغيرين. اول حاجه انا بلف كام مره في اللوب، وتاني مره انا عايز اجيب اس كام. ايه الحاجه اللي انا عايز اجيب الاس بتاعها؟ هنا 2 اكس اس كذا، هنا كانت اكس اس 7 على طول. طيب فبالتالي لو كنت عايز اجيب ايكويشن فيها 10 حاجات مثلا كنت هعمل 10 لوبس، وده طبعا حل مش كويس. عايزين نحاول بقى ان احنا نقلل الكود اللي متكرر كتير ده. ليه؟ لان انا لو حبيت اغير لقيت في مشكله في لوب منهم، مثلا وانا بكتب الكود ده كان في مشكله، مثلا كنت مثلا عامل الفي 1 دي بزيرو بدل 1، واكتشفت في الاخر ان انا عندي مشكله ان دي كانت المفروض تبقى بواحد. هعمل ايه؟ هضطر ان الف على كل واحده فيهم واعدلها اصلحها فيهم. لو اكتشفت ان انا هنا كنت كاتب حاجه غلط، كنت كاتب بدل الفي دي كنت كاتبها زائد مثلا، وهي المفروض تبقى زائد، كنت كاتبها فيهم كلهم زائد، واكتشفت ان انا عندي مشكله في كده ان ده كان المفروض تبقى فيه، هعمل ايه؟ هلف عليهم كلهم اعدلها. فده طبعا هلف في كود كتير، ده حاجه مش كويسه. انا هقعد اعدل في كود كتير. انا يهمني، احنا اتفقنا قبل كده ان اي بروجرام بتقيسه بثلاث حاجات، بتقيسه بالبرفورمانس، بياخد من ميموري سايز كبير ولا لا، وتالت حاجه ودي مهمه جدا الريدابيلتي، هل الكود بتاعك مقري ولا لا، هل الكود بتاعك منظم ولا لا. والحقيقه ان ده اللي هنركز عليه في الكورس ده كله. الاوبجكت اورينتد اتعملت مخصوص علشان تخلي الكود بتاعك منظم اكتر، وده اللي هنركز. احنا غالبا مش هناخد حاجات كتيره قوي جديده خلاص في لغه البرمجه، يعني هتبقى حاجات بسيطه جدا. بس الحاجات اللي هناخدها دي كلها هناخدها ليه؟ مش عشان افكار جديده، هناخدها علشان تنظم طريقه الكتابه بتاعتك. انت ممكن تكون بتكتب كود البروجرام ممكن يخلص، يعني مثلا احنا خدنا قبل كده كونكت 4 في الكورس اللي فات. كونكت 4 ممكن واحد يعمله في 2000 سطر، ممكن واحد يعمله في 100 سطر. ده شغال وده شغال، بس ايه الفرق بينهم؟ ده كوده منظم، ده كوده مقري، ده كوده بيتعدل فيه بسهوله، والتاني كوده كبير ومش مقري وما اعرفش اعدل فيه، ولو طلعت فيه مشكله هتوه فيه. فمهم جدا ان انت الكود بتاعك يبقى صغير ومنظم على قد ما تقدر. طيب انا هنا عندي مشكله ان الكود متكرر كتير، عايز احاول ان انا اقلل الكود ده على قد ما اقدر او انظم الدنيا اكتر. عشان كده هم عملوا الفانكشنز، عملوا حاجه اسمها فانكشنز، دي اللي هنتكلم عنها بقى دلوقتي. الفانكشن عباره عن بلاك بوكس. الفانكشن عباره عن بلاك بوكس، صندوق اسود انت مش عارف ايه اللي بيحصل جواه، او كانه بروجرام تاني، كانه بروجرام بره البروجرام بتاعك. البروجرام ده اي بروجرام في الدنيا بيبقى ليه انبوتس وبيطلع لك اوتبوت. فالفانكشن كانها هي في الحقيقه مش كده، هي كانها بروجرام تاني خالص بره البروجرام بتاعك، بتناديه، بتديله انبوتس وهو بيرد عليك باوتبوت معين. فلو رجعنا مثلا للجزء بتاع الباور اللي احنا كنا كاتبين الكود بتاعه، لو افترضت يعني تخيل كده ان انت عندك بروجرام، البروجرام ده بيحسب لك الباور، بيحسب لك حاجه اس حاجه تو ذا باور حاجه. البروجرام ده بياخد ايه الانبوتس اللي بياخدها؟ انا عايز اجيب مثلا 3 اس 10،
يبقى هياخد 2 انبوتس. انا عايز اجيب ايه اس ايه، الاساس والاس. هياخد مثلا قيمه الاكس وهياخد الاس اللي انت عايز تجيبه، وهيرد عليك بنتيجه الاساس اس كذا. يعني مثلا لو البروجرام ده بعت له 2 و3 يبقى هو هيجيب 2 اس 3، فهيرد عليك بكام؟ ب 8. يبقى تخيل ان في البروجرام ده اسمه باور مثلا، فدي اول حاجه البروجرام ده المفروض يكون عنده، هو اسمه لازم يكون ليه اسم معين، هيكون مثلا اسمه باور. بروجرام اسمه باور بتناديه بتقول له يا باور احسب لي كذا اس كذا، احسب لي 2 اس 3. يبقى انا اديت له 2 انبوتس 2 و3، هيقوم هو يرد عليك باوتبوت يقول لك كام؟ 8. يبقى لو تخيلنا ان انا عندي البروجرام ده بناديه باسمه، ادي اول حاجه عنده. تاني حاجه ببعت له شويه انبوتس هتخش له، بقول له خد كذا وكذا، يا هات لي الباور بتاع كذا وكذا، هات لي الباور بتاع 2 و3، يبقى 2 اس 3. هيرد عليا بنتيجه العمليه دهيت. هيعمل هو جوه شويه عمليات حسابيه، وفي الاخر يرد عليا بنتيجه العمليه. فالفانكشن هي دي الفانكشن بالظبط كده. الفانكشن عباره عن صندوق اسود، عباره عن بروجرام بره البروجرام، كانه بره البروجرام بتاعك. البروجرام ده هتكتبه مره واحده بس، هتعرف الفانكشن ده جواها في ايه الكود اللي جواها، ايه الحاجات اللي جواها، وهتدي للفانكشن دي اسم. فاول حاجه الفانكشن بتتكون منها هي الاسم. اسمها لازم الفانكشن تديها اسم علشان تعرف تستخدمها كمان شويه، علشان لما تحب ممكن البروجرام بتاعك يبقى فيه اكتر من فانكشن، ممكن عايز تستخدم اكتر من واحده فيهم، يبقى لازم كل واحده فيهم تديها اسم علشان تعرف تستخدمها او تعرف تناديها. يبقى الفانكشن اول حاجه ليها اسم. تاني حاجه بتاخد انبوتس، الانبوتس دولت اسمهم بارامترز. ماشي، يبقى الفانكشن بتاخد بارامترز او بتاخد انبوتس، خلينا نقول بقى بارامترز، وبترجع لي اوتبوت او بترجع لي ريزلت، بتريتيرن ريزلت، بترجع لي ريزلت. ودي تالت حاجه في الفانكشن. يبقى الفانكشن اول حاجه ليها اسم اللي هناديها بيه، اللي هقول اللي هو احنا اتفقنا ان الفانكشن دي كانها بروجرام، يبقى هنادي على البروجرام ده، عايز استخدمه فهنادي عليه. فاول حاجه ليها اسم، تاني حاجه ليها بارامترز بتاخدها اللي هي الانبوتس اللي بتخش للفانكشن دي، تالت حاجه بترجع لي نتيجه، دي اللي اسمها الريزلت، بتريتيرن ريزلت، بترجع لي نتيجه. ورابع حاجه الحاجات اللي جوه الفانكشن بقى، الشغل اللي هي بتعمله جوه الفانكشن دي. بتعمل ايه جوه؟ في كود جوه الفانكشن دي. انت لما قدامك مكنه كده او صندوق اسود بيعمل حاجه، المكنه دي في جوه حاجات بتعملها، هل انت تعرف هي جوه بتعمل ايه؟ لا، انت ما تعرفش جوه هي بتعمل ايه. المكنه دي انت بتدخل لها انبوت وبتطلع لك اوتبوت، ده اللي انت تعرفه عن المكنه، لكن هي جوه شغاله ازاي، بتعمل ازاي، انت ما تعرفش وما يهمكش تعرف. انت اللي يهمك منها بس ان انت تديها بارامترز ترجع لك اوتبوت، لكن انت ما يهمكش هي جوه بتعمل ايه. جوه في ايه بقى عندها؟ هي جوه فيها كود، هي جواها فيها كود، بس انت ما يهمكش تعرف الكود اللي جوه ده ايه. يبقى الفانكشن تاني عباره عن كانه بروجرام تاني او كانه صندوق اسود. ليه صندوق اسود؟ انت صندوق اسود انت مش عارف جواه فيه ايه. ليها اسم، اول حاجه ليها اسم، ده الاسم اللي انت هتناديها بيه او اللي انت هتستخدم البروجرام دوت بيه او انت هتستخدم الفانكشن ده بيه. تاني حاجه بتاخد بارامترز، دي اللي هي الانبوتس اللي داخله للبروجرام بتاعك او للفانكشن بتاعتك، وبترجع لك ريزلت، بترجع لك نتيجه اللي هي بعد الشغل اللي بتعمله جوه. وفي جوه كود، الفانكشن بتتكون من كود اللي موجود جواها، والكود اللي جواها ده الحقيقه ان الناس اللي هتستخدم فيها اللي هتستخدم الفانكشن دي ما يهمهاش تعرف ايه اللي جوه الكود ده قوي. يبقى الفانكشن، اي فانكشن في الدنيا بتتكون من 4 حاجات. ميزه الفانكشن ايه؟ ميزه الفانكشن ان انت كود بيتكرر كتير، مش محتاج زي في حالتنا ديت مش محتاج تكتبه كذا مره، هكتبه مره واحده بس، هعرفه مره واحده بس، وهستخدم بعد كده في كاني بعرفه فانكشن او بعرفه في بروجرام بره، وبعد كده هفضل استخدم الفانكشن ديت اكتر من مره جوه البروجرام بتاعي زي ما هنشوف دلوقتي. نرجع بقى